السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده رجعت لكم فيديو جديد زي ما انتم شايفين كده. الوزه ما شاء الله زي ما انتم شايفين راقده قدامكم كده. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوناش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله. وانتوا عارفين يا جماعه ان انا ما صورتلكمش فيديوهات من زمان، وكمان ما صورتش عن الوز من زمان. وطبعا انتوا اول مره تشوفوا الوزايه البيضاء الجميله دي معاكم على القناه. دي يا جماعة الوزاية الشامورت بتاعتي دي. طبعا لو رجعتم على القناة ودورتم في الفيديوهات القديمة هتلاقوا ان انا كان عندي وز شامورت ما شاء الله. وانا بقالي شهر غايب عن البيت، معرفش حاجة عن الطيور ومعرفش حاجة عن البط ولا الفراخ ولا الوز ولا اي حاجة يا جماعة. ولما رجعت يعني احلى مفاجأة واحلى رزق ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. الوزة بتاعتي راقدة ازاي يا جماعة ما شاء الله عليها، يعني باضت ورقدت وعششت كمان يا جماعة. انتوا شايفين ان المكان وسخ جدا، يعني المكان السطح ما عدناش بنربي عليه طيور خالص يا جماعة، ومفيش على السطح طيور خالص غير الوز. بس عشان ان احنا سايبينه للانتاج وكده، ويبقى كمان في مكان لوحده بعيد عن اي دوشة وبعيد عن اي حاجة يا جماعة، وبعيد عن اي طيور تانية انها تضربه اثناء تزاوج وموسم بتاعه طبعا يا جماعة. وهنتكلم شوية في الفيديو ده عن الوز وموسم انتاج الوز يا جماعة. وكل سنة وانتم طيبين. الوز انتوا عارفين ان هو بيبدأ يبيض من شهر 9 لحد شهر 4. ده الوز يا جماعة العتقي، الوز العتقي. امال الوز الشامورت تبدأ تبيض من شهر 12. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. يعني الوزة دي الشامورتية دي انا منفاجئ بيها ان هي باضت معايا بدري. يعني احنا يا جماعة دلوقتي في اول شهر 11. هي ما شاء الله يعني البيض انا شفته. انا شفت البيض وفرسته لقيته ما شاء الله يعني قدامه بالكتير اسبوع اسبوعين بالكتير ويفقس يا جماعه ما شاء الله عليه. وان شاء الله اصوره لكم برضو. دي الوزه الشامورتيه بتاعتي. وانا لو اعرف ان انا اصور الذكر دلوقتي، بس انتوا عارفين طبعا مفيش اضاءه. وانا جايب والله يا جماعه يعني لمبه، وحبيت ان انا اوريكم المفاجاه دي والرزق الجديد ده. طبعا عارفين ان الشتاء موسم الرزق وموسم الخير. والوز يا جماعة بتبدأ تبيض عدد البيض من كام؟ من بيضة من أول بيضة لحد 5 بيضات. دي أول وزة لما تكون لسه شمرت، من 5 بيضات ل6 بيضات. أمال لما تكون عتقية ما شاء الله بتبيض لحد 10 بيضات. وفي وز كمان بيبيض يا جماعة بال12 بيضة. يعني لو وزة كويسة وصحتها كويسة ومتغذية كويس بتبيض يا جماعة بال12 بيضة. دي الوزة العتقية اللي بتبيض في أول شهر 9. موجود دلوقتي يا جماعة ما شاء الله في الاسواق وز اخضر زي ما انتوا. لو حد نزل السوق كده واتفرج على الوز ما شاء الله الاسواق فيها وز اخضر. ده الوز بطنه الاولى يا جماعة. هي الوزية دي تعتبر ان هي ما شاء الله باضت معايا بدري بسبب ان انا مغذينها وبنأكلها يا جماعة رز شعير وبادي بياض وعيش ورجعي البيت بقى يا جماعة وبواقي البيت وكده. فمهتمين بيهم ما شاء الله، فعشان كده هي باضت بدري وكمان باضت وعششت زي ما انتوا شايفينها كده. الوز ده يعني حنينة جدا، زي ما كمان خايفة ان البيض بتاعها يجراله حاجة. انتوا شايفين يا جماعة معششة ايه؟ بورق كرتون وكمان بكياس وقش وحاجات كده يا جماعة. هي معششة من نفسها. والوز كمان من الطيور الشتوية اللي هي بتبيض في الشتاء. والوز يا جماعة اللي سألني بيبيض كم مرة، الوز يا جماعة بيبيض 3 مرات في الشتاء. يعني الوزة الكويسة المتغذية كويسة اللي صحتها كويسة بتبيض 3 مرات. امال وكمان دي الوزة العتقية. امال وزة اول بطن مرة، يعني اول مرة تبيض عندك وكده بتبيض كم مرة؟ بتبيض مرتين وكمان ممكن تبيض مرة واحدة. يعني الاهالي عندي كانت باضت مرة واحدة بس. يعني الاهالي كانت باضت مرة واحدة بس عندي. ولما رجعت باضت تاني سنة باضت على طول بدري، ما باضتليش متأخر وباضتلي مرتين. هنا يا جماعة ما عادش عندي الله ذكر وز ووزتين ما شاء الله. وزتين برضو يعني الوزة دي واختها كمان شامورت زيها. عشان كده زي ما انتوا شايفينهم انا سايبهم للانتاج والتربية وكده. والوز من الطيور الجميلة جدا في اكلها وفي تربيتها وفي انتاجها. بس اهم حاجة بتحب التغذية، وكمان يعني بتحب البرسيم جدا. يعني لازم ترمي الوز برسيم، بيحب الخضار جدا والبرسيم بالذات في موسم الانتاج. وكمان لما يكون الوز اخضر البرسيم ده ما فيش داعي انك تجيب علف خالص
ولا تربيه على العلف، ممكن تربيه على الخضار والبرسيم والجرجير والكلام ده، عشان الوز من الطيور اللي بتحب الخضره والميه يا جماعه. ودلوقتي هوريكم هي بيضة كام بيضة يا جماعة مع بعض كده، والبيض هقول لكم هو فيه جنين ولا لأ، برضو للناس اللي ما تعرفش ازاي نعرف ان البيضة فيها جنين وكده يا جماعة. هقول لكم دلوقتي البيضة فيها جنين ولا لأ. بس هي ما شاء الله انا خايف ان انا اقرب منها عشان ما تعضنيش وكده، خايف ان انا اقرب منها او المسها عشان ما تعضنيش. ما شاء الله عليها زي ما انتم شايفينها، وزة حنينة جدا يا جماعة، نايمة على البيض بتاعها ازاي ما شاء الله. يعني انا والله يا جماعة ان انا خايف ان انا اقرب منها خالص او المسها بايدي. بصوا يا جماعة انا كل ما اقرب منها تعمل كده. وده الذكر طبعا لو سامعين صوته اهو يا جماعة، كل ما اقرب منها تعضني. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، ان انا حاولت ان انا ارفعها كمان بالعافية بدراع واحد ما شاء الله. البيض تحتيها اهو كمان مدفياه، خايفة عليه جدا. انا مش عارف ان انا يعني اصور لكم البيض او كده، وان شاء الله لما البيض يفقس ان شاء الله هصوره معاكم. اهي يا جماعة ما شاء الله الوز. وبرضو الناس اللي بتسأل الوز بيبيض امتى، يعني الوز الشامورت بيبدأ يبيض امتى او على عمر كام. الوز يا جماعة بتبدأ تبيض على عمر 8 شهور. الوزة بتبدأ انها تبيض على عمر 8 شهور يا جماعة معاكم. ولو وزة شامورتاية وصحتها كويسة تبدأ تبيض كمان على 7 شهور، 6 شهور ونص. دي لو وزة كويسة وصحتها كويسة تبدأ تبيض انها على 6 شهور وكده. وده يا جماعة كان موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، واحلى مفاجأة واحلى رزق. وان شاء الله انتظروا فأس الوز وفيديوهات عن الوز كتير يا جماعة ان شاء الله. بس اهم حاجة ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. واللي لسه ما اشتركش يا جماعة ويشوف الفيديو ويشوف قناتي لأول مرة يشرفني ويضغط لايك، عشان اللايك ده اللي بيرفع الفيديو. واتمنى منكم ان انتم توصلوني لل1000 عشان القناة تتفعل بيكم، واصور لكم كل جديد ان شاء الله من الطيور، ونستفاد من بعض. واللي عنده اي معلومات او حابب يسألني اي معلومات يا جماعة يكتبها لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.